في الحياة في ناس بتظهر في وقت العتمة، بيفضلوا جنبك، بيسندوك وبيصدقوا فيك لما تكون انت أصلاً فاقد الأمل في نفسك. وفي ناس تانية أول ما النور يرجع بتلاقيهم اختفوا، مش عشان هم وحشين بالضرورة، بس عشان بقوا محتاجين حد تاني يكملوا معاهم المشوار. عمر سامي مش بطل في أغنية دراما، ولا هو الشخص المثالي اللي ملوش غلطة، ولا هو الضحية اللي قاعد يعيط على حظه. هو ببساطة راجل عمل الصح وبعدين اتعلم يعمل الأصح. دي مش قصة انتقام، دي قصة حد اكتشف إن أكبر نعمة في حياته كانت الحاجة اللي فكر في يوم إنها أكبر خسارة. عمر ابن البلد الشقيان، شاب في شقة بسيطة، مكتبه مليان أوراق، ملامحه مرهقة بس عينيه فيها لمعة إصرار. عمر سامي وقتها كان عنده 23 سنة، خريج تجارة، شغال في شركة على قدها بمرتب يدوب بيمشي الدنيا، شايل مسؤولية أمه وأخوه الصغير، وجواه حلم ما بيفارقهوش، إنه يبني كيانه الخاص ويكون عنده شركته في يوم من الأيام. مش معاه كتير، بس معاه الأهم، ثقة في ربه وقلب كبير. كل اللي يعرفه كان بيقول عمر ده جواه حاجة نظيفة، ما كانوش عارفين يوصفوها، بس كانوا بيحسوا بجدعنته. عمر شاف ليلى لأول مرة في إيفنت للشباب، كانت واقفة بتتكلم عن فكرة مشروع صغير بكل ثقة وشغف. عمر بص لصاحبه وقال البنت دي عندها رؤية. صاحبه سأله عشان جميلة يعني؟ عمر رد بيقين مش بس جمال، دي شايفة اللي مفيش حد غيرها شايفه. ليلى وهي بتتكلم واثقة، عيونها بتلمع بطموح ملوش آخر. ليلى كريم بنت من عيلة متوسطة، طموحها كان أكبر من إمكانياتها بكتير، ذكية شاطرة وعارفة هي عايزة إيه، بس في الوقت ده كانت لوحدها ومحتاجة حد يآمن بيها بجد. عمر خد الخطوة وكلمها، ومن هنا بدأت الحكاية. عمر وليلى في جنينة بسيطة، حوارات طويلة ما بتخلصش. في الشهور الأولى عمر كان هو الودن اللي بتسمع ليلى، أحلامها مخاوفها وكل تفاصيلها، وليلى لقت في عمر اللي ما لقيتهوش في حد، السند الحقيقي. قالت له في يوم نفسي أفتح محل ملابس ببراند خاص بيا، بس مفيش راس مال. عمر سألها بجدية وعندك خطة؟ ردت في دماغي بس لسه مفيش حاجة على ورق. قال لها بابتسامة طب جهزي الورق وهتتحل. الاتنين قاعدين بيكتبوا، فنجان قهوة ورق كتير. في الليلة دي عمر مش بس ساعدها تخطط، ده صدق في حلمها أكتر ما هي صدقت فيه، ودي كانت أول خطوة في طريق طويل ووعر. عمر بيدي ليلى مظروف، ملامحه جادة وهادية. عمر كان محوش قرشين بمرتبه بقاله سنتين، كان شايلهم عشان يبدأ بيهم حلمه هو، بس لما ليلى احتاجت ما كررش التفكير مرتين. قال لها دي تحويشة العمر، مش كتير بس هتسندك في البداية. ليلى بتردد لا يا عمر دي فلوسك وتعبك. رد عليها بحب مفيش فرق يا ليلى، نجاحك هو نجاحي. ليلى بتمسك الفلوس وعينيها مدمعة. وقتها ليلى كانت صادقة في مشاعرها، كانت ممتنة وحاسة بقيمته، بس الطموح لما بيزيد عن حده أحيانا بياكل في طريقه الأصل والجميل. محل صغير بيتجهز، ليلى بتشرف وعمر شغال بإيده. المحل فتح وعمر كان هو الجندي المجهول، ديكور، موردين، تسويق، كان بيخلص شغله الساعة 5 ويروح يكمل معاها للفجر. صاحبه خالد قال له انت بتعمل ايه يا عمر؟ ده مشروعها هي مش مشروعك. عمر رد ببساطة اللي بيحب بيساعد يا خالد. خالد سأله وانت فين نفسك من كل ده؟ عمر قال بعدين، مش مهم دلوقتي. عمر تعب ومرهق وليلى مشغولة بمكالمة تليفون بتحت عليها. بعدين دي فضلت تتأجل يوم ورا يوم لحد ما عمر نسى نفسه تماما. السنة التانية المحل بقى براند معروف، ليلى بقت نجمة في مجالها، لقاءات مشاهير ودعوات في كل مكان، وعمر فضل زي ما هو الشخص اللي بيحل المشاكل في صمت. عمر بيبعت رسالة ليلى بتشوفها وما تردش. عمر واجهها حاسس اننا بعدنا يا ليلى. ردت بحدة انا مش مشغولة يا عمر، الشغل بياكل وقتي. قال لها عارف بس حتى مكالمة؟ قالت له انت عارف اني مش بتاع رسايل وكلام فاضي، كبر دماغك. عمر سكت وبلع غصته في قلبه. عمر خرج وليلى وقتها افتكرت انها كده كسبت حياتها الجديدة. عمر في شقته لوحده، ليل ملامحه فيها قوة مش استسلام. عمر اتكسر مش عشان خسر بنت، لكن عشان حس ان السنين اللي بناها اتهدت في لحظة. بس عمر مش من النوع اللي بيقع وما بيقومش. صاحبه خالد جاله، عمر قال له انا كنت غلطان يا خالد، نسيت ادعم نفسي وانا بدعم غيري. خالد ساله وهتعمل ايه؟ عمر رد وعينه فيها نار. دلوقتي جه وقت عمر سامي، الشغل ولا حاجه غير الشغل. عمر ورا شاشه لابتوب، اتصالات، تعب وتركيز. فتح الملفات القديمه، مشروعه اللي كان مركون استشارات تسويقيه. المره دي مفيش حاجه تانية تشغله، استخدم الوجع اللي عاشه كاداه، بقى عارف امتى المشروع يقع وازاي يقوم. في سنتين الشركه بدات تسمع، في 3 سنين بقى عمر سامي اسم بيتعمل له 1000 حساب. عمر الجديد، عمر في مكتبه الجديد، ضخم بس بسيط، هدوء وثبات، بقى عنده فريقه، عملائه وسمعته اللي سابقاه. خالد قال له بذهول انت اتغيرت يا عمر، بقيت بتحسبها بالورقه والقلم. عمر ابتسم لا يا خالد انا لسه بعطي، بس بعطي للي يستاهل بجد. ليلى في مكتبها شكلها انيق بس عينيها مطفيه. ياسر منصور ما طلعش هو الفارس اللي حلمت بيه، فلوس وعلاقات بس معاهم خيانه واهمال ووعود كدابه. المحل كبر بس ليلى من جوه صغرت. ليلى بتبص في صور قديمه ليها مع عمر وهي بتضحك من قلبها. قفلت الصوره بسرعه بس الندم ما بيتقفلش بكليكه. مقال على الموبايل عمر سامي ضمن انجح رواد الاعمال. صاحبتها بعتت لها اللينك، ليلى قرت الاسم مرتين 3. عمر اللي كان بيوفر من مرتبه عشان يسندني بقى هو ده. وقتها بس حست بالخساره الحقيقيه. ليلى بتبعت رساله لعمر مبروك يا عمر، كنت عارفه انك هتوصل. عمر شافها وما ردش. بعتت تاني محتاجه اتكلم معاك في احنا. عمر رد بكلمتين مفيش احنا يا ليلى، انت اللي اخترتي الطريق ده من زمان. قالت له انا اتغيرت مش هتديني فرصه؟ عمر رد بمنتهى الهدوء فرصه لايه؟ انا مش بعاقبك، انا بس ما بقاش عندي سبب يخليني افتح باب اتقفل من جوه. قام عدل جاكيته وقال لها ربنا يوفقك بجد ومشي وسابها لوجعها. عمر ما لقاش الحب فورا، خد وقته، بنى نفسه واختار بتأني اللي تشاركه نجاحه. وليلى فضلت ناجحه في شغلها بس فضل جواها سؤال ملوش اجابه، يا ترى حياتي كانت هتبقى ايه لو كنت صمت اللي صني؟ الحياه مش دايما بتعاقب بالشر، الحياه بس بتوفي. كل واحد فينا بياخد في الاخر محصول اللي زرعه. عمر زرع جدعنه واخلاص وصبر وحصاد نفسه، النسخه الانظف والاقوى من نفسه، وده هو المكسب الحقيقي.